ازيكم؟ يلا بينا نعمل الكوارع بطريقة حلوة قوي. هخليكم تطلعوا شوربة تحفة جدا، ريحتها في منتهى الجمال، ومتأكدة انها ان شاء الله هتعجبكم. هنيجي في الحلة بتاعتي هنزل فيها بمعلقة سمنة. السمنة تسيح وتسخن قوي، هنزل فيها بورق لورا وحبهان. تمام. هدي تشويحة بسيطة لحد ما الحبهان يطلع ريحته. تشويحة يعني 30 ثانية مثلا، حاجة بسيطة قوي. وبعد كده هجيب الكوارع بتاعتي بقى، انا غسلها كويس جدا ومنضفاها ونقعاها في ليمون وملح ومصفياها خالص. تمام. وببتدي بقى انزل بيها على السمنة بتاعتي والنار تكون متوسطة. تمام. بعد ما انزل بالكوارع بتاعتي هنبتدي نديها تشويح زي اللحمة، كأني بعمل لحمة بالظبط. تمام. هبتدي اشوح فيها حلو حوالي 7 دقايق، يعني عايزاها تاخد زي لون على الوش ده ولون على الوش ده. فانا هفضل اشوح فيها لحد ما تاخد من الناحيتين لون كويس. تمام. بصوا اللون ده. هفضل بقى انا على التشويح دوت. بعد ما اديتها اللون الجميل ده هنبتدي ننزل بقى ببصل وجزر و3 فصوص توم. تمام. يعني هنقطع بصلتين متوسطين مكعبات كده وجزرتين بالشكل ده وهننزل بيهم. تمام. وهنبتدي نشوح في الكوارع بتاعتي تاني حوالي 5 دقايق كمان. وهبتدي بقى اكون جاهزة معايا فلفل اسود اهو، معلقة صغيرة هنزل بيها. مرضتش احطها في الاول مع الحبهان واللورة عشان ما تتلسعش مني. تمام. فهنا خلاص انا بنزل بالفلفل الاسود دي تشويحة كمان، واكون مجهزة معايا طماطميتين مثلا مقطعاهم مكعبات. طب انا ما نزلتش بالطماطم ليه في الاول مع البصل والجزر؟ علشان ما يعملش ميه من تحت، وانا عايزه ادي لسعه للكوارع. الصدمه اللي انا بديها للحمه او الكوارع دي بتكتم اي روايح فيها مش ظريفه. تمام. لو انتوا حاسين ان ريحه الكوارع بتبقى شديده قوي، فالصدمه ديت اللي احنا بنعملها ليها بتكتم اي روايح وبتطلع لي الشوربه ريحتها جميله جدا. فبنزل بالطماطم قبل ما انزل بالميه على طول، علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها، واعرف اشوح الكوارع بتاعتي كويس. وهنا انا كنت نزلت بميه مغليه لحد ما تغطي الكوارع كده بالظبط، وغطيتها وخليتها على نار عاليه 10 دقايق. ابتدت تغلي كويس، وطيت النار، وزي ما هي متغطيه هنسيبها تستوي براحتها. ما تتخضوش عشان هي بتاخد وقت كتير. انا ديت الكوارع دي اخدت معايا 4 ساعات، ممكن توصل معاكم ل6 ساعات. ما تقلقوش، ده طبيعي، هي بتاخد وقت كتير كده. ممكن تعملوها قبلها بيوم لو عايزين ان انتوا ما تحطوهاش وقت كتير على النار. ممكن تسووها تدوها 3 ساعات مثلا قبلها بيوم، وتاني يوم هتشوفوا لو محتاج سوا تاني هنكمله. اهم حاجة انها تطلع طعمها جميل جدا، وعايزاكم تجربوا طريقتي وتقولوا لي في الكومنتات.